بقولك ايه، هو احنا لو فضلنا نحفر في الارض ايه اللي هيحصل؟ وهل ممكن نوصل للناحية التانية؟ مبدئيا لو فكرت تعمل كده في طبقات كتير جدا هتمر بيها. اول طبقة عندك هتقابلها وهي طبقة القشرة الارضية، ودي اللي احنا عايشين عليها. سمكها من حوالي 5 ل 70 كيلو متر، وعايز اقولك ان اعمق حفرة عملها البشر كان عمقها حوالي 12 كيلو متر. ففاهم احنا فين؟ بعد كده هتقابل طبقة الوشاح، ودي عبارة عن صخور سخنة جدا وشبه منصهرة. لو عرفت تعدي من الطبقة دي كمان، وانا بستبعد كده، هتقابل اللب الخارجي للأرض، وده بيكون معدن حديد ونيكل سائل وحرارته بتكون مرعبة. ولو عديت من ده كمان هتقابل بعده اللب الداخلي، وده حديد صلب حرارته تقريبا نفس حرارة سطح الشمس. بعد العمق ده الحرارة والضغط بيبقوا عاليين جدا لدرجة ان المعدات نفسها هتبوظ. ولو افترضنا انك شخص فولاذي وعرفت تعدي من كل ده، الجاذبية هتشدك لتحت وهتفضل تقع وتسرع لحد مركز الارض. بعد ما توصل للمركز هتبدأ تبطأ تاني، وهتفضل تروح وتيجي تروح وتيجي. بس كده كفاية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتعمل لايك، واكتب لي افكار غريبة كده تاني اعمل عنها الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، سلام.